محمد من الإله بالرسول أطلب ما سرمدا عني ليس يسلب حمدت رب الله وهو المطلب وكونه لدفع لي والجلب مصليا على بشير يهب لي المنى وبعداي يسب محمد من في هداه أرغب وفي امتدائه أتاني الرهب دعوت ربي به وأطلب منه به سعادة لا تسلب دعوت ربي به وأطلب منه به سعادة لا تسلب أبو بكر أسألك اللهم بالصديق مناي بالتوفيق والتصديق بجاهه تدري بالتوفيق في كل شيء وتكن رفيقي وجد به لما ينير سوقي ورد به لكل ذي فسوقي بدد به عناية بالتفريق واسلك به بأنفع الطريق كفيتني به أذى البطريق في البر والبحر وفي الطريق رددت عني أذى الزنديق قبل وجدت لي بالتصديق رددت عني أذى الزنديق قبل وجدت لي بالتصديق عمر عنه وعن خليفة الله عمر هردا وردي بهما تلك الزمر مد حياتي برداء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رد الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتقام بعمر رد الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتقام بعمر عثمان عني حطت الذنب يا رحمن بجاه من سماته عثمان ثبتني الله يا حنان بجاهه يا بر يا منان مددت لي سيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أسبت كل ما به عصيان يدي لغيري إنك الديان نفيت ضري ورد يا رحمن عن الذي سمعته عثمان نفيت ضري ورد يا رحمن عن الذي سمعته عثمان علي من ربي بالمخفي وزور داءك إلى علي بجد علم نافع سني وعمل وادب مردي يا رب مني يتقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سهردا إلى علي وليسق ما شئت من مخفي يا رب سهردا إلى علي وليسق ما شئت من مخفي أهل بدر أسألك اليوم بأهل بدر فليستجد بهم وأهل قدري قبلهم ردا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري في سقي الذي تولى هجري في البحر روض قادل في سجري بدد بهم شمل عنايا المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجد بهم في البر والبحر واغسلني بهم من دري ربي يكن لي بأهل بدري وترد عنهم ولتعظم قدري ربي يكن لي بأهل بدري وترد عنهم ولتعظم قدري ربي يكن لي بأهل بدري وترد عنهم ولتعظم قدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل حرف من هذا النصر بشارات لا تنقطع أبدا آمين يا رب العالمين هو الفلك المشحون المصنوع من الذكر المصون مقدمات المنى والسول في أخذ أجر الله تعالى والرسول مغالق النيران ومفاتح الجنان بسم الله الرحمن الرحيم قال القديم العبد وهو أحمد
لا زال عند ذي الجمال يحمد قال الخديم العبد وهو أحمد لا زال عند ذي الجمال يحمد باسم الجميل الله والرحمن النافع الرحيم ذي الأزمان الحمد لله الذي قد جعل ذا النظم سعيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأشكره وبلساني وفؤادي أشكر رب العالمين شكرا وقد كفى كل العدا والمكرا أخلد الشكر له والحمد وقد أعي عني مها والعمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمدا حبيبي وآله وصحبه الرجال من قاد لي البشر بلا مجال وبعد فالغرض وجه الله من لسواي ساق كل الله نويت شكره تعالى برجس وغيره ولي وحده نجس سماته مفاتح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو إنه مقدمات السور في أخذ أجر الله والرسول أو إنه مغالق النيران في شكر معبود له الداران والله أسأل بوجهه الكريم كون النظام ذا ثوابا لا يريم وأسأل الله بحرمة النبي عليه صلى بسلام مطلبي كون النظام ذا لديه أكبرا هدى وكونه سرورا كبرا وكونه فرحة أهل الجنة وكونه لي للجنان الجنة وأن يكون فرحة لحوري الحين جنة عن المدحور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي ذي البقاء والقدم هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي ذي البقاء والقدم بما أراك الله بالمنتقى رمت من الكريم تلازم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوزي ببشر أبدا ليس يريم إلي ينقاد الذي اختارا منه بمن قدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بشر القضاء هدى الأذى إلى سوى جهاتي في أبد مهن يدي عن هادي إلى سواي ينتهي الدجال وسوء والغرور والإخجال كتاب باق خلق الدارين حسني عن العارين والنارين أنالني الأكرم في التلاوة ما وده غير مع الحلاوة بقاد ذو الدارين في العادات منن هوتها جملة السادات له خطابي وكتابتي نهب له ولي منه البشارات انتهب عجبتني يا عالما لا يخفى عليك شيء وسكت الأخفى هدية المهن عن الكريم هذا لي الأمان بالتكريم هدية المهن عن الكريم هذا لي الأمان بالتكريم هدية المهن عن الكريم هذا لي الأمان بالتكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمدك الجميل مدح النبي المنتقى زاد إلى بيت إله الناس واهب الإله مدح النبي المنتقى زاد إلى بيت إله الناس واهب الإله حب النبي للإله سوره زاد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه الله مسلما فدلنا علاه محمد فرد يفوق تثنية وفاق جمعا والهدايا مهنية درجة المختار بالمرسل بها تلاه درجات الرسل كل نبي ورسول يتبع خلف وسيلتي هو المتبع أحمدنا الماهي مع ما ساء ولسوانا ساق من أساء لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون
أبدا لممكن جماله يسقي فؤاد الراي ونرجو يغني عن ابتلاء مد لنا الإيمان والإسلام فأحسن الإحسان لن نلاما يسره خطي في كل سنة وخيره من خدمة مستحسنة لم يخف كون المجد والحب إلى روضته والبيت زادا وإلى لم يخف كون المجد والحب إلى روضته والبيت زادا وإلى وعلى آله وصحبه وهب لحامل هذه الحروف ما يريده في مكة والمدينة بلا آفة ولا كدر آمين يا رب العالمين واجعل هذه الأبيات زادا مبلغا يا قادر يا مقتدر إلى بيت الله الحرام وإلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة